حسام حسن يثير الجدل في الندوة الصحفية بالمغرب، تجاهل عدة أسئلة للصحافة وجاهزية مصر قبل مواجهة نيجيريا. هل تهرب حسام حسن من أسئلة الصحافة المغربية؟ ولماذا بدا منزعجا في الندوة الصحفية؟ وهل يستطيع منتخب مصر تضميد جراح الإقصاء وإنهاء البطولة في المركز الثالث؟ كل التفاصيل نكشفها الآن. لا تنسى دعمنا بلايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. ظهر حسام حسن مدرب المنتخب المصري في ندوة صحفية أثارت الكثير من الجدل بعدما بدا متحفزا ومتجاهلا لعدة أسئلة الموضوعية التي طرحها صحفيون مغاربة، خاصة تلك المتعلقة بما إذا كان قد لجأ إلى انتقاد التحكيم والتنظيم المغربي لكأس إفريقيا في محاولة للتغطية على فشل الفراعنة في بلوغ المباراة النهائية، حيث فضل المدرب المصري عدم الرد. وبعيدا عن هذا الجدل، أكد حسام حسن جاهزية لاعبيه لخوض مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام منتخب نيجيريا المقررة يوم السبت ضمن منافسات كأس إفريقيا المقامة حاليا بالمغرب، مشددا على أن المنتخب مصر سيدخل اللقاء بعقلية الفوز رغم خيبة الإقصاء من نصف النهائي. وأوضح مدرب الفراعنة أن المنتخب المصري عانى من إرهاق بدني واضح وكثرة الإصابات خلال مواجهة منتخب السنغال، مشيرا إلى الغياب الاضطراري لمحمد حمدي وإصابة بديله أحمد فتوح، ما فرض تغييرات اضطرارية أثرت على توازن الفريق خلال المباراة. ورغم الإقصاء، عبر حسام حسن عن رضاه النسبي عن المسار العام للمنتخب في البطولة، معترفا بالحزن لعدم بلوغ النهائي، لكنه شدد على أن تفاعل الجماهير المصرية مع أداء اللاعبين كان إيجابيا رغم أن الطموحات كانت أكبر. وأكد المدرب المصري أن مواجهة نيجيريا لن تكون سهلة، معتبرا أن النسور الخضر من أبرز المرشحين للقب، تماما كما منتخب مصر قبل أن يودع الطرفان المنافسة من نصف النهائي، مضيفا أن الهدف الحالي هو إنهاء البطولة في المركز الثالث. كما ذكر حسام حسن بالسجل التاريخي الحافل لمنتخب مصر في كأس إفريقيا، دائما يقولها 7 ألقاب قارية، مؤكدا أن الطموح مستقبلا هو التتويج باللقب الثامن، معتبرا بلوغ النصف النهائي في نسخة قوية يحسب للاعبين. وتطرق مدرب الفراعنة إلى مسألة الاحتراف، مشيرا إلى أن أغلب عناصر المنتخب من صناعات محلية، وهو ما اعتبره نقطة إيجابية مع تمنياته بارتفاع عدد المحترفين المصريين في أوروبا مستقبلا، لما لذلك من تأثير مباشر على تطور المنتخب المصري. واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر اعتاد اللعب تحت الضغط، وأن التركيز سينصب بعد نهاية البطولة على الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد لنهائية كأس العالم الصيف المقبل. فهذه أجوبة الأسئلة المطروحة. لماذا تجاهل حسام حسن أسئلة الصحافة المغربية؟ فضل عدم الدخول في جدل التحكيم والتنظيم، ما زاد من حدة الانتقادات ضده. فهل منتخب مصر جاهز لمواجهة نيجيريا؟ مثلا نعم، حسب المدرب اللاعبون مستعدون وجاهزون ذهنيا وبدنيا فرغم الإرهاق والإصابات. وسؤال آخر، ما هدف الفراعنة من مباراة الترتيب؟ إنهاء البطولة في المركز الثالث دون المركز الرابع، فهو حفظ ماء الوجه بعد الإقصاء. هل أثرت الإصابات على مشوار مصر بشكل كبير، خاصة في مواجهة السنغال بنصف النهائي في المقابلة السابقة؟ ما طموح حسام حسن مستقبلا؟ التتويج باللقب الإفريقي الثامن والاستعداد الجيد لكأس العالم. ما رأيكم في تصرف حسام حسن في الندوة الصحفية؟ هل يستحق منتخب مصر المركز الثالث؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس الإشعارات لدعمنا ومتابعة كل جديد. يلا نشوفكم في فيديوهات أخرى، مع السلامة.